نداء لكل بنت وست وام مصريه معاها بطاقه رقم قومي. فضي نفسك يا اما يوم 10 يا اما يوم 11 يا اما يوم 12 ديسمبر، علشان عندكم مشوار مهم جدا. المشوار ده على فكره ممكن ما ياخدش منك اكتر من ساعه. عايزاكي تلبسي وتتظبطي وتتانتكي وتاخدي ابنك في ايدك ومامتك في ايدك وتنزلي علشان تدي صوتك في الانتخابات الرئاسيه. وما تقوليش ماليش دعوه او الكلام ده مش بتاع الستات، ازعل منك. كلنا عارفين دور الست المصريه على مر التاريخ عامل ازاي، ولما البلد بتحتاج ولادها اول حد بيتحرك هي الست المصريه. انا عارفه ان في مشاكل اقتصاديه موجوده في البلد وانا بعاني منها قبلكم، بعاني منها في كل تفاصيل حياتي، بس ما حدش قال ان الدنيا دي جنه. ولو عايزين بكره يبقى احسن يبقى لازم ننزل الانتخابات. ومش هقول لك انزلي انتخبي مين، انت اختاري الاصح والاحسن. وبيني وبينكم كده عايزه اقول لكم على حاجه، لو انتوا مش واخدين بالكم بس احنا في حرب. سواء لو بصيتوا شمالكم على ليبيا انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي، ولو بصيتوا تحت على السودان فانتوا شايفين الدنيا والعه ازاي، وشايفين اليمن اللي حدودها في وش حدودنا عاملين ازاي. وطبعا مش هحكي لكم على فلسطين ولا على الجيوش الموجوده في البحر المتوسط. وكل العالم بيبص على مصر، واللي مش عايزين مصر تقوم واللي مش حابين موقف مصر هتلاقيهم طالعين لك على السوشيال ميديا بيقولوا لك انتخابات ايه وبتاع ايه. يا ستي الدنيا غلا، يا ستي هو صوتك هيفرق؟ فبلاش تنزلي وتبهدلي نفسك، ما احنا كده كده عارفين النتيجه. انت بقى لو سمعتي كلامهم هتبقي بتشاركي في المخطط بتاعهم، نفسهم ومنع عينهم ان ما حدش ينزل الانتخابات او الاقبال يبقى ضعيف، علشان بعد كده يلاقوا اي ذريعه يهاجموا بيها البلد. الانتخابات زي ما هي حق ليكي هي واجب عليكي. لازم نعرف العالم كله ان احنا عندنا دولة وعندنا نظام، وان الشعب هو اللي بيختار النظام ده. يلا طولت عليكم، معادي معاكم يوم 10 و11 و12 ديسمبر. هسهلها عليكي علشان تعرفي اللجنة بتاعتك، هسيبلك اللينك في التعليقات.